يلا بينا نصلي على النبي ونشوف عملنا الكنافة الجميلة دي ازاي. بسم الله ما شاء الله. ممكن تقدموها متزينة كده وممكن تقدموها سادة من غير اي حاجة، هي لوحدها شكلها تحفة. بسم الله ما شاء الله. هقولك دلوقتي تعملي الكنافة ازاي بكل اسرارها وبلونها الاصفر الجميل ده، وطبقة القشطة تبقى طعمها قشطة بالظبط ومش منضاف عليها اي حاجة خالص، والمكونات سهلة وبسيطة وان شاء الله مش هتكلفك اي حاجة. مش عايزين نتكلم كتير ونخش في الموضوع على طول. طبعا هنا انا صورت لكم الصينيه علشان ما تقولوش مثلا جايبه حته وسايبه باقي، في حته محروقه حته مش مظبوطه، لا هي كلها الاخر قطعه. بسم الله ما شاء الله جميله جدا زي ما انتم شايفين اهوت. الطبقه بسم الله ما شاء الله باينه، وممكن تقدموها بكذا طريقه. يعني انا في الاول وريتكم طريقه تقديم، ودي طريقه تقديم تانية، وفي طريقه تقديم تالتة اهي. وممكن زي ما قلت لكم في اول الفيديو ساده خالص. تعالوا معانا بقى عشان نشوفها ازاي بكل اسرارها، ازاي تبقى طريه وفي نفس الوقت الاطراف مقرمشه، وتبقى حاجه جميله جدا وتشرفك قدام ضيوفك او قدام جوزك قدام اطفالك قدام نفسك. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله قوي اهو. اللهم بارك. انا عن نفسي ما توقعتش في يوم من الايام اني اوصل ان اعمل حاجه كده. ممكن بالنسبة لأي حد تاني عادية، بس بالنسبة لي كحد ما كانش يعرف حاجة عن المطبخ حلو. يلا بقى بينا نخش على الوصفة. هنا المفروض ان هي بتتلج وبعدين بتفركيها بايديكي عشان تخليها حتت صغيرة. طبعا بالجوانت معرفتش اعمل حاجة فاضطريت اقلعه وفركتها كويس قوي. وبعد كده بعد ما فركتها كويس قوي خليتها قطع صغيرة. لو انتي مش عارفة تتلج، يعني لو هتاخد وقت على ما تتلجيها لانها بتاخد وقت، ولما بتخرجيها بتفك بسرعة قوي، ممكن تفرميها في الكبة. بصي خليها زي الحتت اللي على كف ايدي كده. وبعد كده اهيت المكونات معانا: سكر بودرة ونشا وسمنة ولبن. والمقادير زي ما قلتلك في اول الفيديو هقولها لك تاني: 350 جرام من الكنافة، وكوباية من كوبايات الشاي ديت مليانة سمنة، ونص كوباية من كوباية الشاي بنفس الكوباية برضو مليانة سكر بودرة، وربع كوباية نشا. وطبعا على قد ما اللبن ياخد معاكي بتحطي نشا عادي مفيش اي مشكلة. ونص كيلو لبن زي ما شفتوا. اللون اللي انتوا شايفينه ده لون جل طعام اصفر، بتحطوه على السمنة مش بتسيحوه مع السمنة. التكة دي خدوا بالكم منها قوي، لان لو سيحتوه مع السمنة اللون مش هيختلط. يعني حاولي انت تجيبي زيت وتخلطي فيه لون، استحالة هيختلط، هيبقى عامل فقاقيع لون كده، والسمنة بعيد عن اللون خالص. فلازما صدقوني تحطوا اللون على السمنة وتقلبوا كويس قوي، وبعدين تحطوها على الكنافة وتدخلوا كل حباية كنافة في السمنة. هتتعبوا في الاول بس لازم تفضلوا تقلبوا كويس قوي لما تحسوا ان الكنافة لونها بقى اصفر زي اللون بقى اصفر زي السمنه بالظبط. طبعا اللون مش واضح خالص لان هي لسه ما استوتش، بس اول ما بتتحط على الفرن بيبقى اللون واضح وبيبقى شكلها تحفه. بسم الله ما شاء الله. طبعا عايزه اقول لكم بقى على حاجه: اول ما تدخلوا السمنه تبقى خلاص دخلت كل حته في الكنافه، هتروحوا ماسكين ربع كوبايه السكر، نص كوبايه السكر اللي انا قلت لكم عليها، وهتروحوا حاطينها على الكنافه. طبعا السكر ده سكر بودره علشان ما يبقاش محبب في الكنافه ويبقى شكله مش لطيف وبيقرقش كده تحت السنان، وهيبقى مش هيعجبك خالص. تمام. فاحسن حاجه ان انت تطحنيه، وبعد ما تطحنيه هتحطيه كده. طبعا احنا حطينا السمنه الاول وبعدين هنحط السكر، وهنفضل ندخل كل حاجه في بعضها، نعمل ميكس كده لما تحسوا ان السمنه دخلت في السكر دخلت في الكنافه، يعني بقت كلها مع بعضها. طب احنا دلوقتي ليه ما حطيناش اللون على الكنافه وخلاص وبعدين حطينا السمنه؟ لان اللون كان هيجنب كل جنب فيه حته صفرة كده وخلاص. تمام. هنا القشطه بتاعتها بقى فضينا اللبن وفضينا النشا وقعدنا نقلب فيهم. عايزه تحطي سكر حطي، انا ما حطيتش عشان يبقى طعمها قشطه، يبقى في فرق ما بين الطبقه اللي ما فيهاش سكر وفرق ما بين الطبقه اللي فيها سكر. هنا قلبتهم كويس قوي وبعدين رفعتهم على النار، واول ما القوام حسيت ان هو بقى كريمي كده رفعته من على النار، حطيته في مكان يبرد. وبعد كده رحت جايبه صينيه ودهناها بالسمنه وقعدت اضغط عليها كده لما حسيت ان الطبقه مضغوطه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. ولازم تعملوا حرف علشان اول ما تحطوا الكريمه او القشطه اللي انتوا عملتوها الحروف ما تلزقش. بصوا الحرف انا معليه الحرف ازاي علشان اول ما هصب الكريمه هتشوفوا دلوقتي ان الحرف طالع لفوق والكريمه نزلت لتحت، لان لو الكريمه طلعت لفوق ولمست الالمونيا او البايركس او اي حاجه بتعملوا فيها
هتحسوا ان هي محروقه والريحه بتاعتها هتبقى مش حلوه، هيبقى المنظر مش لطيف من الاخر. بصوا اهوت اول ما حطيت الكريمه الحرف، شايفين الكريمه تحت والحرف فوق، دي خطوه مهمه جدا جدا. طبعا يا بنات بعد كده بقى هتروحوا جايبين، انا الاول حطيت نص كميه الكنافه وبعدين حطيت عليه القشطه وبعدين حطيت نص الكميه التانية بعد ما القشطه بردت، يعني تستني تستهدى شويه كده وبعدين تحطي النص التاني، تضغطي عليها كويس قوي، اضغطي ما تخافيش مش هيجرى لها حاجه. وبعد كده حطيت كوبايتين الا ربع ميه، كوبايتين الا ربع سكر وكوبايه ميه، حطيتهم على النار. اول ما غليت حطيت عليها نص ليمونه، واول ما طلعت الكنافه من الفرن على طول كانت سخنه والعسل كان سخن، رحت صب عليها العسل بتاعها. ولو عايزه تحطي واحده فانيليا على العسل مفيش اي مشكله، وهتبقى الريحه جميله جدا وحاجه جميله. وطبعا طلعت بالنتيجه اللي انتوا شايفينها دي روعة بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في قناتي طبخ وتزيين ماما، مستنية تعليقاتكم ورأيكم يهمني. وكل سنة وانتم طيبين، جمعة مباركة عليكم يا رب. اسفة جدا لو فضلت اتكلم كتير، بس لازم كنت اشرحها لكم بكل التكات بتاعتها علشان تعرفوها واحدة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.